الحاج محمود العربي صاحب مصانع توشيبا واحد اهم رجال الاعمال في مصر بيحكي انه اول ما جه من بلدهم من اويسنا وفتح هنا في مصر في حاره جنب الموسكي. لاحظ حاجه غريبه جدا على القاهريين، انهم في ناس كتير منهم قوي بتحط زير، يعني حاويه بتحمل ميه للعابرين. قال لك الناس بتعمل خير. وبعد كده لاحظ حاجه في واحد جاره ده ما كانش بيحب يعمل خير ابدا، بس حاطط زير برضه وبيعتني بيه وبيعتني بنظافته جدا. ففي قعده كده لطيفه، فطبقا للي بيحكيه الحاج محمود العربي، بيسال الراجل ده بيقول له ايه حكايه الميه اللي انت مركز فيها قوي دي والزير اللي انت حاطه قدام محلك ده؟ قال له ابدا، الحكايه مش خير ولا بتاع، انا مش بتاع الحاجات دي. وضحك. انا الراجل انا عارف ان اللي هيجي ناس كتير قوي هتعدي هتحب تشرب، هيمد الكوبايه يشرب ميه فيرفع راسه يبص على الفاترينا بتاعتي. مره في التانيه في التالته على الاقل وقفت عدد كبير من الناس يعرفوا ايه اللي في الفاترينا. فهمتوا حاجه؟ هو ضاف على المنتج بتاعه هو المحل، هو ضاف عنصر زيادة يميز المنتج بتاعه اكتر. جات لي رسالة على الفيديو بتاعنا الاسبوع اللي فات، بيقول فيها حرفيا: انا خريج حقوق السنة اللي فاتت، يعني ايه احدد المنتج واطوره عشان اعرف اسوقه؟ هو محدد اهو، وده اطور فيه ايه؟ اوعى تقول لي اعمل دراسات وكده. انا واحد زي 200 الف واحد زي، بس انت خريج حقوق يبقى زيك زي 200 الف واحد. انت تقدر تشتغل؟ قول لنفسك كده انا لازم اشتغل 10 ساعات كده، هتبقى واحد من 200 الف. برضه ال 200 الف هيقدروا يشتغلوا 10 ساعات؟ لا طبعا. يبقى انت فجأة بقيت واحد من ضمن 100 الف. انا هحفظ مواد القانون كويس قوي وهبقى احسن من غيري في قدرتي على استدعائها. كده فجأة ما بقيتش من ضمن 100 الف، انت بقيت من ضمن 40 الف 30 الف. انا ملتزم وهبقى منضبط جدا في مواعيدي، من ضمن ال 30 الف فجأة بقيت من ضمن 10,000. انا هبقى مظهري كويس ولغتي العربية مؤثرة ومنطقي سليم، وهبقى دايم الاطلاع على حيثيات الاحكام والمرافعات المهمة. فجأة المنتج بتاعك بالشكل ده قدرت تاخده من حيز انا واحد من 200 الف لحيز انا واحد من 2000. يبقى انت منافستك مش هتبقى مع ال 200 الف، هتبقى مع 2000. ودي فرصة ليك اكتر انك تقدر تساوي بيها نفسك. فحتى لو كان شغلك عبارة عن فرد اللي هو انت تقدر تركز في انك تحدد مواصفات المنتج اللي عايز تكونه، وبالطريقة دي تقدر تجيب منه فلوس احسن. انما لو حطيت في دماغك انك واحد من ضمن 200 الف، انسى. الرسالة التانية اللي في نفس السياق، عندي صيدلية اسمها اكس في بشتيل. بشتيل دي منطقة شعبية جدا في القاهرة. خير بقى، اسوق فيها ايه؟ برضو الصيدلية هي منتجك اللي لازم تعرف تسوقه. اسوقه بالبلدي قوي، اعمل له سمعة. بدل ما الناس تقول صيدلية اكس، لا، تقول صيدلية اكس اللي بتفتح 24 ساعة، صيدلية اكس اللي عندها جهاز قياس ضغط، صيدلية اكس اللي بتدي الحقن مجانا، صيدلية اكس اللي الدليفري بتاعها سريع، صيدلية اكس اللي عندها نصايح طبية محترمة، صيدلية اكس اللي عنده كل الادوية. فجأة المنتج بتاعك بتطلع له سمعة. السمعة دي بالبلدي هي التسويق. قدرت تعمل ده، قدرت تخلي المنتج بتاعك الكلام اللي بيتقال عنه اكتر من غيرك، كده قدرت مبدئيا تعمل تسويق كويس. اوعى تفتكر ان التسويق ملوش علاقه بالمنتج. في علوم التسويق، لو هنتكلم في علوم التسويق، بتتكلم عن 4 بيز: البرودكت والبرايس والبليس والبروموشن. يعني البرودكت جزء من التسويق، انك تفكر في البرودكت كويس، في المنتج بتاعك كويس، ده جزء اساسي من التسويق. لازم المنتج يكون
منتج متميز، في حاجة تتقال عنه. ما ينفعش يبقى المنتج بتاعك مجرد انا محاسب، لا، محاسب بس كده، منافسينك مئات الالاف. محاسب منضبط، محاسب مظهري كويس، محاسب واخد دراسات كويسة، محاسب بعرف لغة، محاسب بعرف برامج كمبيوتر مناسبة. كده انت بتطور في منتجك. هل كل واحد هيقدر يميز منتجه بناء على الكلام ده زي التاني؟ لا طبعا. في فروق في الذكاء، في فروق في الامكانيه، في امكانيه فهم ده واستيعابه. في ناس هل هتقدر تعرف عيوبك ومميزات منتجك مظبوط وتبقى جاد في تطويره؟ مش كل الناس هتبقى زي بعض.